بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هنعمل معاكم أكلة لذيذة جدا وخفيفة واقتصادية جدا بربع كيلو لحمة بس. ربع كيلو لحمة معانا المقادير، وتمن كيلو تمن كيلو برغل مسلوق، ونص كوباية لبن، وحبة بقدونس، وبصلاية مبشورة، ومعانا التوابل ملح وفلفل أسود وبهارات الكفتة، بس مش أكتر من كده. وهنجيب الخامات دي كلها هنمزجها على بعض. هقول تاني: ربع كيلو لحمة عليه 50 جرام دهنة، حوالي 8 كيلو برغل، والبرغل بسلقه كويس، وبعدين بصفيه خالص، وبعدين ابقى متأكدة ان هو مفيهوش مية واحطه على اللحم، وشوية بقدونس، وبصلاية مبشورة بشر خفيف خالص، وملح وفلفل اسود، وبهارات الكفتة. وزي ما حضراتكم شايفين كده بنمزج كل الخامات مع بعض، وبعدين بعمل دواير كده، بجيب نقطة زيت كده وببدأ بحطها في ايديا وبقطع بيها الدواير، وبعمل زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. كمية جميلة، وبربع كيلو لحمة بس عملنا أكلة عظيمة واقتصادية جدا. معانا دلوقتي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. دي بقى بيقولوا عليها كفتة داود باشا، كفتة داود بيه، سموها زي ما تسموها. المهم ان هي اكلة اقتصادية وجميلة جدا وهتعجبكم، وهتقولي والله بجد ازاي عملتوا الكمية دي كلها بربع كيلو لحمة بس. بعدين بعد ما عملنا معانا وخلصنا المقادير زي ما حضراتكم شايفين، كمية خلصت معانا، كمية جميلة ما شاء الله. حطيناها في الصينية وحجمها كبير وكويس جدا، هتكفي معانا الاربع افراد. حطيت مادة دهنية معلقتين زيت كده بس مش اكتر على وش اللحمة، وحطيتها على درجة حرارة 220. هنعمل معاكم بقى الرز اللي هنقدمه معاه. حطينا معانا نص كيلو رز بسمتي، حطينا عليه الخلطة الكبسة بتاعة اللي احنا بنحطها على الكبسة بتاعة الفراخ، اللي هي الخلطة الكركم وتوابل الكبسة، وحطيت ليمونة ناشفة. الاول انا اديت الرز تشويحة، وبعدين حطيت معاه معلقة زبدة. زبدة فلاحي يا جماعة، الزبدة الفلاحي بتتحط على البارد، تمام؟ علشان لو انت حطيتيها في الحلة وهي الحلة سخنة هتحرق معاكي. لازم طالما ما انتش مسيحاها تحطيها على البارد. قلبت معاكي الرز لمدة 10 دقايق وشوحته كويس جدا، وبعدين حطيت له الملح بتاعه، وحطيت كمية المية، كوبايتين مية على كوباية الرز البسمتي، كوبايتين مية عليهم كوباية رز، خلاف الرز المصري بتاعنا كوباية. وصفة جميلة وسهلة واقتصادية، وبربع كيلو لحمة عملنا أكلة هتقضي 4 أفراد، وهتزيد كمان على كده. وبعدين كمان هنحط عليها حاجات، وهنعملها بطريقة تحفة هتعجبك جدا جدا ان شاء الله. دلوقتي الرز بعد ما اتشرب معايا هيبدأ يتشرب معايا، انا هروح جايه مدياله تقليبه اهو، ما شاء الله طلع اهو، ما شاء الله شايفين المنظر تحفة ومفرفر وجميل جدا. والكفتة معانا هي زي ما حضراتكم شايفين جوسي وجميلة جدا. اهم حاجة ان احنا نعمل اكل اقتصادي، وفي نفس الوقت نفرح ولادنا على قد ما نقدر. دلوقتي الدنيا بقت صعبة والحياة بقت صعبة، ولازم ان احنا نحاول نعمل احسن حاجة وبأقل تكاليف، وتكاليف تكون موفرة، ونفرح الولاد. الكفتة دي جميلة وهتعجبكم جدا جدا. طريقة اقتصادية بربع كيلو لحمة عملنا أكلة اللهم بارك. شايفين ما شاء الله، شوية بقدونس بقى ودلعناها مع شوية رمان ودلعناها، وتحفة بقى. اللهم بارك، سلطة الرمان بتبقى تحفة مع البقدونس.